عمرك حسيت إنك بتذاكر لساعات طويلة وفي الآخر بتلاقي نفسك مش فاكر حاجة؟ صحيت من النوم وقررت تذاكر، حضرت حاجتك وسميت الله ولسه هتبدأ، فجأة جاتلك رسالة من واحد صاحبك. بعدها افتكرت إن في مشوار ضروري لازم تعمله، وبعدها افتكرت إن في ماتش مهم لازم تتفرج عليه، وعقلك بدأ يحسسك إن المذاكرة دي شيء تقيل وإن في حاجات كتير أحسن منها. طب إيه رأيك لو قلتلك إن في سر صغير ممكن يغير حياتك الدراسية؟ السر اللي هقولهولك النهاردة مش مجرد كلام نظري. في الفيديو ده هنتكلم عن أفضل الطرق اللي تقدر تذاكر بيها وتحقق أعلى الدرجات، سواء كنت في المدرسة أو الجامعة أو حتى بتذاكر لشهادة معينة. هنركز على نصائح عملية ومجربة. أول حاجة، حضر بيئة المذاكرة. تخيل نفسك في قهوة بلدي في وسط البلد، الدوشة حواليك في كل مكان والناس بتتكلم وتتحرك، صعب تركز. عشان كده أول خطوة عشان تذاكر بتركيز هي إنك تحضر بيئة المذاكرة. اختار مكان هادي، مكان بعيد عن الدوشة والتشويش، نور كويس، تأكد إن الإضاءة كافية علشان ما تتعبش عينك. وضب المكتب، خلي كل حاجة محتاجها قريبة منك عشان ما تفضلش تقوم وتقف. رقم اتنين، خطط وقتك. الوقت اللي هتقضيه في المذاكرة لازم يكون منظم. اعمل جدول حدد فيه المواد والأوقات اللي هتذاكر فيها كل مادة. قسم الوقت، ما تذاكرش مادة واحدة لفترة طويلة، قسمها لأجزاء صغيرة عشان مخك ما يزهقش. رقم 3، استخدم تقنيات المذاكرة. انت عارف الفول والطعمية اللي بتحبهم من عند عم سعيد؟ هما بياخدوا وقت عشان يتعملوا. نفس الشيء في المذاكرة، في طرق كتير ممكن تساعدك تذاكر بفعالية. تقنية البومودورو، ذاكر لمدة 25 دقيقة وبعدها خد استراحة 5 دقايق. عمرك شفت عم محمود الحلاق بيعمل قصة شعر جديدة؟ بيبدأ بتخطيط دقيق ويقسم الشعر لأجزاء. نفس الفكرة في المذاكرة. الخرائط الذهنية، ارسم خرائط لربط الأفكار والمعلومات ببعض. الكتابة بالإيد، لما تكتب بإيدك بيساعدك تحفظ معلومات أكتر وأحسن. تخيل إنك بتلعب كورة مع أصحابك في الشارع، أنت مش بس بتسمع الكابتن بيقول لك تعمل إيه، لكن بتجرب بنفسك نفس الكلام في المذاكرة. التعلم النشاط، حاول تشارك بفعالية في المذاكرة، اقرا بصوت عالي، ده بيساعدك تركز أكتر. اشرح لحد، حاول تشرح المعلومات لحد تاني حتى لو مش موجود، ده بيساعدك تثبت المعلومة في دماغك. وزي ما المثل بيقول، اللي عايز العسل بيصبر على قرص النحل. رقم 5، الراحة والنوم. ما تقللش من أهمية الراحة، خد فترات راحة بين كل جلسة مذاكرة والتانية. نام كويس، النوم الكويس مهم جدا علشان مخك يكون نشيط ويقدر يستوعب المعلومات. 6، التغذية السليمة. الأكل الصحي بيفرق، كل أكل صحي، خضار، فواكه، بروتينات، اشرب مياه كتير. رقم 7، تحفيز النفس. شجع نفسك دايما، حدد أهداف صغيرة، كل ما تحقق هدف كافئ نفسك. افتكر هدفك الكبير اللي بتذاكر علشانه عشان ما تملش. في النهاية المذاكرة بفعالية مش مجرد وقت طويل بتقضيه، لكنها بتحتاج لخطط وأساليب صحيحة. جرب النصايح دي وهتلاقي نفسك بتذاكر بتركيز وبتحقق نتائج أفضل.